على مسامعنا وتحفظناها قرآنا كريما وتلوناها غير مرة، لكن حين كنا صغارا الصغير لا يفهم معنى الأبوة ولا يفهم معنى البنوة ولا يفهم معنى البنوة للأبوة. هذا هو، هذا مثلث الجهل المركب هنا. تتلو قصة مثل هذه صدعت أدمغة كبار اللاهوتيين والفلاسفة وكل العارفين وخائضي تجربة الإيمان. أيها الإخوة، هذه التضحية الإبراهيمية الأولى من نوعها في نظري هي التي تقيم من خليل الرحمن وبين مزدوجين. أنا والله لي سنين أحب أن أتحدث عن هذا الرجل ولا أستطيع، أتهيبه. هذا النبي العظيم بالذات أتهيب حتى الحديث عنه، شيء عجيب. لذلك أمر الأنبياء والمرسلون كلهم، كل الأنبياء والمرسلون الذين جاءوا عقبه وما جاءوا إلا من عقبه، وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب، كلهم، كل الأنبياء بعد إبراهيم، لذلك هو شيخ الأنبياء وأبو الأنبياء، من ذريته الإسحاقية والإسماعيلية، من الفرع الإسماعيلي محمد عليه السلام، وقيل حسان بن سنان وأشياء أنبياء أخر غير معروفين. وأما سائر الأنبياء فهم من بني إسرائيل، الفرع الإسحاقي اليعقوبي، أبناء الأسباط. هذا هو. لماذا؟ وكلهم مأمورون، وعلى فكرة وكلهم يتشاركون احترامه وتبجيله، اليهود كما النصارى كما المسلمون. ما من ملة توحيدية تغمز إبراهيم أبدا، الكل يبخى أمامه ويخشع، الكل، والكل يدعي أنه به أولى وألصق وإلى منهجه وملته أدنى، الكل. ولذلك قال الله إن أولى الناس بإبراهيم، تتنازعون ولايته، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه اتباع، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة ملة أبيكم إبراهيم. يوسف يقول واتبعت ملة آباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب، أليس كذلك؟ الكل مأمور أن يصدر عن ملة إبراهيم، أن يسير في سنن إبراهيم، أن يتقيل خطى إبراهيم. إخواني وأخواتي، لماذا إبراهيم بالذات؟ لأن إبراهيم بهذه التضحية إنجازه، وسوف يضح لكم أنها ليست تضحية، هي شيء وراء التضحية أكبر من التضحية بالمعنى القرباني، بالمعنى المحرقاتي بلغة أهل الكتاب المقدس. لا، أكبر من هذا بكثير، وأوسع وأعمق وأبعد غورا وهولا وروعا. إن هذا لهو البلاء المبين. الله يقول أعظم بلاء مر به إبراهيم. لذلك في الشروحات الكتابية الببليكال يعني من اليوم التالي إبراهيم شاخ. هو عاد من جبل المرية بغلمانه وبابنه إسحاق، ولما أصبح الصباح شاخ وشمط شعر رأسه من عند آخره. إن هذا لهو البلاء المبين، وسنفهم جوانب هذا البلاء، جوانب من جوانب هذا البلاء عليه السلام. لذلك نحن مدعوون للفهم أيها الإخوة، لأن إبراهيم شيخنا، شيخ نبينا، شيخ كل نبي موحد وشيخ كل موحد، ونحن بملته مقتدون وفي سننها سائرون وباتباعها مأمورون. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ملة إبراهيم، لماذا ملة إبراهيم؟ لأن هذه التضحية إنجاز أن تسمى كذلك هي التي أقامته النموذج أيها الإخوة المقابل تماما للنموذج الإبليسي. هو هذا، في اليمين إبراهيم وفي اليسار إبليس، إبليس الذي لم يستطع أن يضحي بعض كبريائه الذاتي، كبرياء ذاتية، كبرياء شخصية، أنا بعلمي بحيثيتي بمكانتي بسجلي، لا. وأما إبراهيم ضحى وحيده، ابنه الذي يحبه أكثر من أي شيء في هذه الدنيا بعد الإيمان بالله، والذي لم يرزقه إلا وقد ناهز 100 من عمره، في خريف عمره، في الساعات الأواخر من عمره، بعد أن وهن عظمه وفتر دمه وقيدت حركته وغلبت عليه العاطفة والحنو والشفقة والرأفة والمحبة والحاجة إلى هذا الوحيد البكر. أراد أيها الإخوة ذبحه دون ما تردد، لم يتردد لحظة. هذا إبراهيم، هذا نموذج عبد الله،
وذاك أنموذج عبد نفسه إبليس لعنة الله تعالى عليه. فانظر نفسك إلى أي الأنموذجين أنت أقرب. كم تضحي من ذبائحك؟ ما هو ذبيحك؟ قل لي ما هو ذبيحك؟ ما هو إسحاقك؟ ما هو إسماعيلك؟ كم ضحيت من إسماعيل؟ كم ضحيت من إسحاق؟ رتب كثيرة، رتب كثيرة لإسحاق ومثلها لإسماعيل، حتى نصالح بين أهل الملتين وأهل الرأيين. ولا يعنينا كثيرا، لن نقف لحظة واحدة عند من هو الذبيح، لا يعنينا. كما فعل العلماء أطالوا النفس جدا في الاحتجاج لهذا القول وفي الاحتجاج، وبعضهم توقف وانقطع النفس كالزجاج، قال لا ندري أيهما الذبيح. لا يعنينا، ليس هذا الذي يعنينا.